احتمال غياب العدد الكبير من الجماهير، الحضور الجماهيري المعتاد في المواجهة النصراوية الهلالية، كثير من نشاهد 60-70 ألف متفرج، هناك ظروف امتحانات غدا ستنطلق في المملكة. هل ذلك سيؤثر على أداء اللاعبين نوعا ما؟ كما يقول الكابتن، لاعب الكرة كعازف على آلة، حينما تكون صالة العرض فارغة من الجماهير لا يبدع. هل لا نتوقع إبداع اليوم من هؤلاء اللاعبين في غياب الجماهير، حتى وإن كان هناك عدد معقول حاضر الآن؟ يعني بشكل نسبي خالد، احنا توقعنا لا يكون الحضور الجماهيري كما حدث في مباراة مثلا الأهلي والهلال، نعم، وهي التي أقيمت على كأس. ويبدو أن أنا لست متأكدا من ذلك، ولكن يبدو أن الفريق الهلالي ربما بدأ مقتنعا، ولو أن مدربه يوردانسكو قال أن احنا ممكن نفوز في كل المباريات. أنا في تصوري أن الفريق الهلالي وضعيته صعبة الحقيقة لبلوغ المربع الذهبي، إن لم تقترب من الاستحالة، فهو مطالب بالفوز ومطالب اليوم على النصر، وراح يلاعب الأهلي، راح يلاعب الشباب، راح يلاعب الاتحاد، مباريات صعبة للغاية أن تتعثر على التقدير. فوضعية الهلال صعبة، ولكن هذا لا يلغي بطبيعة الحال الكم من النجوم اللي موجودين في الفريق النصراوي، وكذلك الفريق الهلالي. شكرا خالد، شكرا كابتن شتالي، شكرا زميل يوسف. ومعي ايضا هنا في الاستديو محدثكم خالد الحرور، ومعي ايضا في استاد الملك فهد الدولي هنا في هذا اللقاء الهام اليوم الذي يسمى قمة الكرة السعودية. معي ايضا الكابتن يوسف خميس، كابتن فريق نادي النصر سابقا واللاعب الدولي سابقا، والمدرب ايضا مدرب فريق الناشئين، مدرب الفريق الاولمبي. مرحبا بك، اهلا اخي يوسف. يا اهلا وسهلا بك يا استاذ يوسف. النصر والهلال، من سيفوز؟ في البدايه هذا طبعا في علم الغيب، لكن انا اعتقد ان المباراه حتكون صعبه للفريقين، لان دائما مباريات النصر والهلال لا تعترف بالظروف ولا تعترف بالمقاييس، وانما هي مباراه مختلفه بحد ذاتها، تختلف عن جميع المباريات، لكن نتمنى ان نشاهد مباراه ممتعه للجميع. لان هذا السؤال وجه الحقيقه وانا انزل في مطار المملكه لمطار الملك خالد اليوم، وسئل لي حقيقه في الجوازات، قال لي الحربان من يفوز؟ قلت له النصر، قال لي ما تتخلف. قلت له الهلال، قال لي. فطبعا الجماهير الحقيقه في كل مكان، الحقيقه الجماهير اليوم المتتبعه لهذه المباراه. هذا اللقاء اعزائي المشاهدين هو اللقاء رقم 110 في تاريخ الكره السعوديه بين الناديين الهلال وايضا النصر في هذا اللقاء. في خلال 109 لقاءات 29 مره فاز الهلال، 42 مره فاز النصر، و28 مرة كان التعادل بين الفريقين. اليوم بقيادة بهجة، بقيادة اللاعبين أيضا فؤاد أنور، بقيادة اللاعب المحترف موسى صايب، وهناك أيضا عبد الله الجمعان، وهناك سامي الجابر. يحكم هذه المباراة أعزائي المشاهدين الحكم الدولي عمر المهنا، ويساعده في التحكيم خلف البقعاوي وعبد الله العباد والحكم الرابع. هذا المهنا، وهذا ممكن في الشاشه الان باللاعب طبعا احمد بهجه، اللاعب وسنتر الكره ولعبت لفريق الهلال. دفاع فريق نادي النصر وتلعب في النص، توصل النصر مره ثانيه ملعوبه لموسى صايب الجزائري، كره مع صايب بيلعبها صايب ناحيه اليسار، هجمه نصراويه في الجهه اليسرى ملعوبه، بيحاول يمر وبيحاول يعدي وعدى، بيحاول بحيث الجمعان بحيث بيعكسها وتوصل للبهجه، ولكن كره لعبت في النص، توصل مقطوعه لفريق نادي النصر، ومحاوله لصايب كره اللعب داخل منطقه 18 وقريبه بيعكسها، توصل ومره ثانيه خطره، جول 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 جول، الله! فرصه الحقيقه نصراويه، فرصه نصراويه بتضيع فرصه نصراويه، كره في نص الملعب، توصل ايضا نصراويه في النص، كره ملعوبه لفريق النصر وبيعكسها، ما فيها شيء، الحكم بيشاور ما فيها شيء، تلعب وهجمه ايضا نصراويه في الجهه اليسرى، توصل ودخول وبيعكسها، خطره وبصدها وما زالت خطره لحد الان، وتلعب مقطوعه من دفاع فريق نادي الهلال، لعبت الجهه اليمين من تلعب وتطلع الكره برا الملعب اوت.
ان بنشاهد مباراه ممتعه بالنسبه للفريقين، لان مباراه هجوميه ومفتوحه، والان نادي النصر جالس يركز على الجهه اليمنى الهلاليه وجالس يخترق منها بكل سهوله. اذا موسى صايب الحقيقه اللاعب الجزائري اللي توصل الى البهجه مقطوعه، توصل تطلع كره برا الملعب كورنر في الجهه اليمنى الى النزهان، بينقلها مره ثانيه هذا سامي الجابر، كره لعبت ثاني نقله الهلال وتوصل يحصل عليها النصر جهه اليسار ملعوبه وبتمر الصايب ينقلها جهه اليسار على طول، الصايب ناقلها محيسن، طبعا رقابه من خميس دعويران لمحيسن، لعبت مره ثانيه كره ملعوبه توصل خطره وبينقلها في مكان خطر وبيسدد الله وبيسدد قويه الحقيقه، لكن بيشيلها ايضا محمد العيه. حصل عليها على طول كره بتروح من محمد النزهان، توصل للنصر كره ملعوبه فاول حكم المباراه عمر المهنا يكلم خميس العويران. طبعا خميس العويران عندما عاد الحقيقه في فريق نادي الهلال عمل نوع من التوازن الحقيقه في منطقه النص، لاعب قوي وكان اوقف هذا اللاعب وعاد بعد ايقاف الاتحاد السعودي كره القدم. فؤاد انور راح يسدد الفاول، يلعبها فؤاد انور، تلعب كره الامام بهجه، تطلع كره برا الملعب اوت ريميتنس، تلعب توصل للفريق النصر، هجمه خطره بيحضر ناحيه اليمين يلعبها خطره لكن بيتدخل على طول محمد عيع وبيطلع تطلع كره برا الملعب اوت. اعتقد ان طبعا الان الفريق النصراوي جالس يستغل مهارات لاعبيه الفرديه وخصوصا في المقدمه بالنسبه لموسى صايب وعلي يزيد وحسن جمعان ومحمود بهجه، لكن ما هناك لعب جماعي حتى يستطيعون الاختراق. شاهد بالصوره طبعا، شاهد اشوف ايضا شريده عبد الله شريده والكره اللي حزه لبهجه اللي بيحاول في طبعا ثلاثي الحقيقه خطر، شوف محمد موسى صايب وبهجه وفؤاد انور بيشكلون ثلاثي خطر جدا على مرمى فريق نادي الهلال. تسديداته قويه والدقيقه 23 من زمن الشوط الاول، كره قويه وبيصدها محمد الخوجلي. تبدا هجمه الان ناحيه اليمين لفريق نادي النصر والكره داخل منطقه 18 بيحصل عليها عليه اللاعب حقيقه علي يزيد بيحاول يمر لكن في فاول على محمد لطفي. علي يزيد حقيقه لاعب متحرك يا اخي يوسف. فاول لعبت كره سريعه فؤاد انور لعبها لبهجه على طول لبهجه الامام، بهجه بيحاول يمر بهجه بيلمها بهجه وبيمر لكن داخل الحقيقه محمد عيع حارس مرمى بياخذها من امام احمد بهجه. فاول محمد لطفي لعبه عقب سريعه ايضا احمد بهجه، كره مع البهجه ومشترك مع الشريده، واعتقد بهجه يا اما يقوم بدور تمثيلي او بالفعل اصيب بهجه عندما اشترى حكم المباراه فاول بيحسب بالفعل فاول على شريده. سعد الشهري بدل اللاعب اللي هو فؤاد انور طبعا تعرض الى اصابه وخرج فؤاد انور، لعب الشهري بداله. لعبت الكره ناحيه البهجه والشريده ورايح له على طول والبهجه والشريده مره ثانيه وبيحاول يراوغ والاثنين وبينقلها كره توصل في النص ولكن في فاول على نواف التمياط.
هنشاهد الآن أحمد بهجة. المدرب الآن طبعا الروماني مدرب الهلال وردانسكو وفي فاول على نواف التمياط. شلون بنشوف بهجة الآن؟ هو اللي بيسدد؟ هو اللي حيسدد. هو دائما يطلب الكرات مثل هذه. أنا أعتقد لو كان لاعب متمكن فيها ما نختلف احنا على من الافضل في النصر يسدد الكرات مثل هذه. انا ممكن يعني يستثمر بطوله، ممكن لاعب متمكن صاحب خبره صاحب لمسات تحرير مثل موسى صايب ممكن هو اللي يلعب هذه الكرات. بس منصور هو الموسى يسدد. هو بيصر انه هو اللي يلعب اللعبات هذه. اعتقد هذا شيء يعني خارج نطاق التكتيك يعني. هذه امور عند المدرب هو اللي يحدد. طبعا ما في شك. ثابته يعني. لكن بالفعل هو اللي راح يسدد الان. يعني ايضا شايف انا غريب انه موسى صايب لكن بهجة اللي بيسدد. برا الملعب. لكن شوف الان احمد بهجة كله يعني بكل سهوله. سامي الجابر لديه 9 أهداف من يوم ما لعب امام الهلال، سجل في مرماهم 9 أهداف، بينما اللاعب ماجد عبد الله لديه 21 هدف في مرمى فريق في مرمى الهلال. وكرة ملعوبة خطرة ولكن تسديدة بيد حارس. يعني ماجد عبد الله لديه 21 هدف في مرمى الهلال في تاريخ الكروي في الدوري السعودي، ومهمته صعب الحقيقة في وتعود هجمة لكن بياخذها بالدفاع وبيلعبها في جهة اليسار لمحيسن. كرة ملعوبة تلعب وتوصل للبهجة، كرة مع البهجة ولكن البهجة ويصفر حكم المباراة الحكم الدولي عمر المهنا معلن نهاية الشوط الأولاني بالتعادل 0-0. شكرا للكابتن يوسف وشكرا لكم أعزائي المشاهدين. والآن العودة إلى استديوهاتنا في روما مع الزميل خالد ياسين، كابتن شتالي، الزميل يوسف سيف، ألقاكم محدثكم خالد الحربان هنا من قناة أوربت وهنا في استاد الملك فهد الدولي. إلى اللقاء. سيداتي أنساتي سادتي، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين هنا من استاد الملك فهد الدولي. والشوط الثاني انطلق الآن أمامكم من لحظات، ويجمع فريق نادي النصر والهلال، وانتهى الشوط الأولاني بالتعادل بدون أهداف 0-0. الشوط الأول الثاني انطلق الحقيقة لم أشاهد في أخ يوسف هل حصل تبديل في اللاعبين؟ لم يحصل أي شيء، نفس تشكيل الفريقين اللي انتهى بالشوط الأول واللي بدأ. ماذا تتوقع الآن أن يكون رأي المدربان الفريق الحقيقة في هذه المباراة؟ والله أتوقع أن رأي صعب، لكن أعتقد أن الغلطة مكلفة بالنسبة للفريق. إذا كرة اللعب توصل كرة ملعوبة قريبة لي طبعا في عرض ملعب بهجة بيلعبها وبيحصل عليها، توصل لعبات وخطرة صايب وخطرة موسى صايب، تسديدة موسى صايب، تسديدة ولكن بتمر. والكرة لعبت بعد ما لعبها الشهري، توصل جهة اليسار إلى محمد لطف، كرة ملعوبة للأمام على طول ولكن بيد حارس المرمى محمد الخوجلي بيلعبها على طول الأمام لبهجة. كرة مع بهجة وهو المركز الأساسي للهجوم لبهجة، يلعبها ولكن مقطوعة بالتالي توصل صايب يحاول يمر ياخذها من أمامه لطف وبيلعبها وبيحصل عليها، وأول هجمة للنصر ناحية اليمين وبيلعبها ولكن مقطوعة في نص الملعب لفريق نادي النصر. وما زال لحد الآن 9 دقائق الأولى من زمن الشوط الثاني من المباراة وما زال التعادل. كرة مع بهجة، أحمد بهجة وداخل معاه النساني، بهجة بيلعبها الأمام بيقطعها الشريدة ويلعبها في نص ملعب لصايب، صايب ينقلها في النص على طول إلى الموسى، ومنصور الموسى بيسدد ضعيفة. مباراة اليوم جمهور كبير جدا وهنا في تبديل قادم جديد. هلالي يلعب مع النصر، سيسجل في النصر أو لا يسجل بدل بحيث الجماعة يسجل أو ما يسجل يا يوسف. والله هذا راجع لوضع المباراة، لأن طبعا الآن ظروف مختلفة. نشاهد يعني الآن الوضع فهد الشيان لأن أول مرة يلعب أمام فريق السابق الهلال. أنا شاهدت يوسف كنت نصراوي ودك النصر يفوز. والله طبعا ما بيجيك. طيب شوف الكرة احنا معنا، احنا الآن في قناة أوربت اللي يفوز طبعا واحنا اللي بنحيي اللي يفوز.
طبعا الحياد عندنا موجود، وصحيح ان انت من نادي النصر، كابتن فريق نادي النصر السعودي، لاعب الدولي المنتخب السعودي ايام ماجد عبد الله وايام العمالقه الكبار ايضا، وانا علقت عليه في كثير من المباريات. طبعا ادرى في ظروف مثل هذه المباراه. ايش تشعر الان؟ شنو يشعر اللاعبين والوقت يمر حتى الدقيقه 20 الان؟ طبعا الان يشعر اللاعب انه لازم يقدم اكثر حتى يستطيع انه يفوز. هنا يبدا المجهود المضاعف، ويمكن هنا يحصل فيه التسرع وتبدا الاخطاء في الباصات وعدم الدقه في التمرير ويفقد التركيز. الان اصبح الاحتراف حق مشروع، اعتقد حق مشروع لاي لاعب ينتقل من نادي الى اخر. طبعا ما في شك ان الاحتراف يجب ان نعرف مفهومه الصحيح، واللي هو الان اللاعب اعتقد انها اصبحت مساله هجمه خطره، هجمه خطره، لكن تصرف الحقيقه جيد من دفاع فريق الشريده، تصرف جيد من الشريده دفاع فريق نادي الهلال. كانت فرصه خطره لفريق النصر السعودي. طبعا هو حق مشروع مثل ما قلنا الاحتراف والانتقال من نادي لاخر، لانها اصبحت مهنه يكتسب منها اللاعب، مهنه الان يعني انا اعتقد ان علي يزيد كان المفروض انه يخرج او يتغير هو اللي يلعب محله فهد الغشيان لسبب معين، كون انه كان عنده شد عضلي قبل خروج او نزول فهد الغشيان وخروج من حيث الجمال. هل هذه اللعبه نتركها عاد للاقاويل يعتبر فيها خطا على اللاعب عبد الله الشريدي في دخوله مع علي يزيد، لانه كان داخل بلعبه خطره لطح وسقط اللاعب علي داخل منطقه 18. شنو مدى خطورتها اخي يوسف؟ والله دائما حكم المباراه ينظر الى اللاعب هل استطاع انه يقطع الكره ام لا. فاذا كان قطع الكره معناته في اندفاعه ممكن انه يحصل تصادم، لكن لو لم يقطع الكره وكانت رجله اقرب لرجل اللاعب ممكن يحصل فاول، ولكن هذه طبعا ترجع ممكن لو يصير فيها الحكام ممكن يكونون هم الادرى منه. كرة لعبة رمي التماس والتعادل ما زال لحد الان. الكرة ملعوبة مع صايب، كرة مع صايب، يحاول يمر صايب لعبت في عرض ملعب مرة ثانية، والبهجة لعبة في خطرة مكان خطرة توصل من حارس المرمى. اليوغوسلافي ورقم 20 في الملعب اللي هو سيرجيو لعبت توصل ملعوبه هتاخذ لعلي يزيد بيلعبها لصايب، كره مع صايب بيلعبها في نص الملعب، كره قريبه في النص اللعب وتوصل ناحيه اليمين ملعوبه وفي مكان خطر وخطره بيحطها بالجول. فرصه نصراويه الحقيقه، وفرصه بيحط رايده على راس المدرب. طبعا فرصه للغشيان، فرصه لغشيان الحقيقه لم يعرف يتعامل معها، اول فرصه صعبه ايضا لغشيان. طبعا انا اعتقد لاعب متمكن مثل فهد الغشيان عمل في كل حاجه في الكره هذه خصوصا بالنسبه للمدافع، لكن التسديد كان غير سليم وضاعت فرصه هدف الحق. كورنر هل ممكن يصطاد ايضا عند الفريقين؟ وهذا الشلهوب راح يسدد الكورنر. الشلهوب هو بيلعبها بيد حارس المرمى محمد الخوجلي بيلعبها كرة الامام توصل في النص للقرني، بيلعبها بيحصل عليها تلعب وهجمه لصايب، كرة مع صايب يلعبها ناحيه اليمين الى البهجه، والبهجه كرة مع بيلقى البهجه بيحاول يمر البهجه وصايب والبهجه وتمر، لكن كرة مرتوعه بيحصل عليها محمد دعيه. 0-0 دخلنا في الدقيقة 77 من زمن المباراة، دخلنا في الدقيقة 33 من زمن الشوط الثاني، وما زال تسجيل حتى التعادل 0-0. هذا البرازيلي سيرجيو لعبها من سامي، لعبها للأمام ملعوبة لسامي، بيلعبها كرة عالية بعد ما لعبها وتوصل لحارس المرمى محمد الخوجلي. سامي الجابر كابتن، لعبت جهة اليمين ملعوبة إلى منصور الموسى ناقلها في النص، صايب كرة مع صايب كرة معاه بيلعبها صايب إلى منصور الموسى، خطر عرض الجول. الله
مش معقول الحقيقة، ويحيد على راسه مو معقول. فرصة الحقيقة، اعتقد لو قام يوسف الان من مكانه، لو قام خالد الحربة من مكانه ممكن يسجل هدف. شوفوا الإعادة، تفضل يوسف. لا انا اعتقد انه يعني للاسف يعني هذه ما نقدر نلوم عليها، لان الكره سريعه، واعتقد انه عمل فيها كل اللي يقدر عليه وحاول يلحق، لكن الكره كانت اسرع وهو مدافع من الخلف وما استطاع انه يسيطر عليها. اذا فرص ضايعه، فرص ضايعه، واكثرها الحقيقه ضاعت للاعب احمد بهجه اللي حصل فرصه بالفعل كبيره جدا. لعبه الى علي يزيد، يدخل موسى صايب، موسى صايب مجهود كبير من صايب الحقيقه، وكان يطلب فريق النصر انه مو صايب يكون عامل مساعد في الهجوم، اليوم يقوم بدور كبير مصايب. مقطوعه لفريق نادي الهلال، لعبه الامام ولكن ايضا مقطوعه ولن تصل لسامي الجابر، حصل عليها. الدفاع توصل في النص، قريبة عند متصايب، ياخذها ناحية اليمين ومقطوعة للهلال وتوصل أقرب لحارس المرمى، يطلع يلعب الخوجلي برا الملعب. الاتكالية طبعا في المدافعين لأنه يعتمدوا على أن سامي تسلل، طبعا استطاع أن سيرجي يطلع من الخلف وكاد أن يصير. كرة خطرة ملعوبة الآن، شاهد كرة خطرة ملعوبة توصل جهة اليسار إلى علي يزيد، بنالتي ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء. كرة ملعوبة، كرة ملعوبة، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. علي يزيد دخل منطقة 18 وحكم المباراة الحقيقة الحكم أيضا عمر لمنة. علي يزيد داخل منطقة، ماذا عمل فيها شيء أم يعتبر أنه فاول؟ الحكم المباراة الحقيقة لحد الآن لم يفرز أمامنا. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة منطقة 18. لا، علي يزيد وداخل، علي يزيد داخل منطقة 18 ويأتي النزهان إبراهيم، يأتي الحقيقة المدافع محمد النزهان، محمد النزهان، محمد النزهان. بنالتي، ضربة جزاء، ضربة جزاء، بنالتي صحيح 100% الحقيقة، وعرقلة هل ممكن يجي من هدف؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء الحقيقة لصالح فريق نادي النصر. شايف حكم المباراة، حكم المباراة، وهنا حكم المباراة يجب أن يشاور بشكل على طول وصل على منطقة الجزاء، لكن استطاع أنه يتردد الحقيقة في البداية، ولكنه صفر في البداية. ركلة الجزاء، ماذا يقول ميلان؟ من اللي بيسدد؟ بهجة، أحمد بهجة ومحمد دعيع، بهجة ودعيع، وين يحطها؟ سكوت وهدوء وتسديد وجول، جول لأحمد بهجة، جول لأحمد بهجة من ضربة جزاء. سدد بالفعل في الدقيقة 38، في الدقيقة 38 هدف للنصر من ضربة جزاء وعرقلة اللاعب علي يزيد، وهدف لأحمد بهجة في المباراة، ويحرز هدف التعادل أم يضيف النصر كرة اللعب إلى صايب. وفي فاول، في فاول عمر لمن حكم المباراة، وفي فاول. المباراة حقيقة ترتقي إلى أنها مباراة نظيفة، وهذا المدرب اللي هو زيفادوفيتش اللي هو ميلان اليوغوسلافي، وهذا صايب يتعرض إلى أيضا عرقلة في داخل ما بين اللاعب التمياطي، وفي فاول لصالح فريق نادي النصر السعودي. انتهت المباراة ولكن لم تنتهي عن صفارة الحكم، ولكن انتهت الوقت الحقيقة، البدل الضايع أيضا، واقتربنا وحكم المباراة بينظر لصاحته اللي هو الحكم الدولي عمر المهنا. وهنا يكون النصر الحقيقة استطاع أن يتقلب في هذه المباراة ويرتقي رصيده الحقيقة نادي النصر السعودي الآن إلى 41 نقطة، وكرة ملعوبة في عرض الملعب ولكن يبعدها تطلع كرة برا الملعب. إذا ما انتهت المباراة معناها سيرتقي إلى 41 نقطة من خلال 19 لقاء في الدوري كأس
خادم الحرمين الشريفين. والكورنر الحقيقة، واعتقد هذا الكورنر الأخير، وحكم المباراة يطلق صفارته فعلا ولهذه المباراة، والنصر السعودي هدف، الهلال لا شيء. أعزائي المشاهدين، هذه مباراة الدوري. شكرا لك يوسف، وشكرا لك الحقيقة في هذا اللقاء. شكرا يا اخوي خالد ما قصرت. مبروك انت نصراوي ايضا مبروك. وطبعا هذه المباراة اعزائي المشاهدين، مبروك للنصر، هارد لك الهلال، ونلقاكم ان شاء الله في مباراة قادمة سواء على قنوات شبكة اوربت، سواء كان في الدوري السعودي او في احدى البطولات الاخرى. اما الان العودة ستكون هناك الى استديوهاتنا في روما، ومع الزملاء خالد ياسين، يوسف سيف والكابتن شتالي، محدثكم هنا باستاد الملك فهد الدولي. وحتى القاكم واعزائي المشاهدين، وهنا نشاهد الجماهير، جماهير نادي النصر السعودي، وطبعا لا شك انها فرحه في هذا الفوز مثل ما قلتم اعزائي المشاهدين. وهذا الفوز ياتي في الدوري، الفوز لنادي النصر السعودي. شكرا للزملاء، ويسرني أن ألتقي بعيد الصغير مدير الفريق النصراوي. اليوم النصر أدخل الهلال في دوامة جديدة. كيف شاهدت المباراة كابتن؟ الحقيقة المباراة كانت رائعة جدا من الفريقين. قدم الهلال مباراة كبيرة جدا جدا مع زميله النصر. لا شك أن وضح تفوق النصر بكثير مع الفرص الضائعة، ولكن الحمد لله ربنا يعني ما خيب تعبنا وكسبنا 3 نقاط. كابتن عيد، هل خسارة فؤاد أنور في الشوط الأول أثرت على مجريات اللعب للفريق؟ طبيعي، فؤاد لاعب كبير، لاعب كبير وله وزنه، وفي نفس الوقت يعني لا شك ان شاء الله اصابته تكون بسيطه، بس الحمد لله ان احنا يعني كسبنا المباراه. الف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. شكرا لكم وشكرا للكابتن عيد الصغير. الان اعود بكم للزملاء. فعودة الحقيقة خالد إذا تسمح لي لمباراة اليوم اللي شاهدناها. أعتقد أن النصر فاز بكل جدارة وبكل استحقاق، وشاهدنا أيضا فرحة وتغطية أوربت ESPN القناة الرياضية، وهذا ليس انحياز للهلال، ليس انحياز بطبيعة الحال. ربما نأتي على هذا الموضوع في وقت لاحق، لكن الفوز دائما خالد، الفوز يأتي بالإعلام، الفوز يأتي بالجماهير، يأتي بالمشجعين، أو يعود بالأنصار إلى النادي اللي يغيبون ممكن فترة من الفترات، ويأتي بالتالي بالإعلام. الإعلام بطبيعة الحال يرصد حالات الفوز، حالات الفرح، حالات البهجة. اليوم الفريق النصراوي بالفعل يستحق أن يفوز ويستحق النتيجة، وكان من الممكن أن النتيجة تكون أيضا أكثر من هدف. شاهدنا فرص ضائعة بالجملة مقابل عقم هجوم الحقيقة شاهدناه في الفريق الهلالي، وبالذات من الكرات اللي لم يستفيد منها على وجه التحديد سامي الجابر. ففوز النصراوي مستحق وبكل جدارة أيضا وبكل استحقاق. إذن شاهدنا فوز النصر بهدف مقابل لا شيء، والهلال ابتعد بشكل يكاد يكون نهائيا، حتى وإن من الناحية الحسابية لم يخسر بعد ورقة المرور إلى مربع الذهبي. ولكن بالطبع بالنظر إلى مؤهلات الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى، يصعب تصور الهلال من بين هؤلاء الأربعة الذين، أو الفرسان الأربعة الذين سيدخلون المربع الذهبي عند نهاية الأسبوع 22 من الدوري السعودي. سيداتي وسادتي، لازلنا معكم نتابع تغطيتنا لما بعد مباراة النصر والهلال. تابعونا، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل. هناك تعقيب يوسف على كلام موسى الصايب؟ لا والله أنا عجبني كثيرا الحقيقة أن صايب أصاب في المباراة وأصاب أيضا في الحديث. لاعب جهد رائع وسخي طوال المباراة، طوال شوطي المباراة، وأيضا من خلال الحديث الحقيقة لاحظنا عملية التواضع، ويقول أن أنا جيت على أساس أن أنا ألعب كرة قدم وأفكر كثيرا في الأداء. فالحقيقة أصاب في الملعب وفي الحديث أيضا. قبل بالتالي كانت هناك انتقادات على موسى الصايب أنه تراجع مستواه وربما يجب أن يبتعد. هل أعتقد أن موسى الصايب لا زال مستمر كما شاهدنا اليوم في المباراة، لديه الإمكانيات؟ لما شاهدوا أداء اليوم كان أداء مقنع، ولو ساهم نوعا ما المدرب يوردان يسكو، لأن لاعب مثل موسى صايب محور، ولاحظناه في بداية الشوط الأول أو في آخر الشوط الأول أو في بداية الشوط الثاني.
الفرق كان ما بين الاثنين هو وجود موسى صايب والحريه المطلقه لموسى صايب. نعم. كان عنده الوقت الكافي دائما ان يتلقى كره ويركض بها ويرفع راسه ويمرر. نعم. المفروض في حالات مثل هذه لو يمسكوا لاعب مان تو مان يقل تحد من الخطوره اداء. نعم. اعتقد ولو ان في لاعبين احرار على كل طبعا تابعوا ما تنسى اللي موسى صايب لعب 5 كؤوس افريقيا وتالق لما كان في اوكسير في فرنسا تالق. نعم. وكان مقنع اداه وكان شيء يشرف كل العرب اللي يتبعوا بدقه الكره الفرنسويه الدوري الفرنسي. كان موسى صايب يشرف. بالطبع كان سفير الكره العربيه في فرنسا والكابتن شتالي يعرف وزميل يوسف سيف يعرف بأن ليس من السهل أن تكون محترفا في نادي كأوكسير الذي يسيره ويشرف على تدريبه جيغو.